السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد. يا رب الفيديو النهارده يكون خفيف عليكم وتستفادوا منه لو بكلمه. لو اول مره تزوري قناتي يا ريت تنوريني باشتراكك الجميل، وما تنسنيش في كومنت حلو منك، وما تنسنيش في اللايك، ده هيشجعني كتير. ونبدا الفيديو مع بعض. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا بقى كده، لو انت محتارة في أكلة وعندك حتة لحمة كده، تعالي وانا اقولك هنعمل بيها ايه. زي ما انتم شايفين هنعمل بيها الحواوشي الجميل بتاعنا ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. وكمان طعمه، هي بصوا يعني طعمه بجد كان تحفة، وريحته كمان ومقرمش كده وجميل جدا جدا زي ما انتم شايفين. وطريقته سهلة جدا، تعالوا نشوف مع بعض انا عملته ازاي. يلا نبدأ الفيديو بقى وهنقول بسم الله. معايا حتة لحمة، دي حتة لحمة ملبسة كده. كانت بصراحة لحمة مجمدة في الفريزر يعني. فأنا حبيت إن أنا أعمل فكرة جديدة كده، مش لازم أطبخها. قلت أطلعها كده وأعمل منها إيه، قلت هعمل منها حواوشي. حواوشي العادي بتاعنا خالص، بس بطريقة بسيطة وطعمه كمان جميل جدا. طعمه أحلى وأنضف من بره بكتير. بره طبعا انتوا عارفين بيحطوا حاجات كده الله اعلم بيها، وخلطات كمان. عند بتوع الحواوشي يعني ربنا يرحمنا يا رب كده ويبعد عننا الوحش كله. جبت هنا اللحمة لازم تكون مش سايحة او مش طرية، لازم تبقى متجمدة شوية من الفريزر. جبتها وقطعتها كده قطع صغيرة جدا. وجبت معايا هنا البصل، طبعا انتوا عارفين الحواوشي بيعشق البصل، وكمان بيحب البصل الكتير، بس زي ما انتوا عايزين. يعني مثلا نص كيلو لحمة ممكن تحطوا عليه نص بصل او اقل او ازيد زي ما انتوا عايزين وزي ما بتحبوا. حطيت هنا معاه بصل وفلفل، ده فلفل اخضر وفلفل احمر. وده كمان حزمة بقدونس صغيرة كده. وحبة داني لان اللحمة عندي مكانتش سمينة قوي، اللي فيها دون جلد انا هشيله طبعا زي ما انتوا هتشوفوا. ودي البهارات بتاعتي. وجبت هنا المكنة دي، ايوه مكنة البسكوت واللحمة المفرومة. حبيت افرم عليها كده، وهقول لكم برضو في الاخر الفيديو ان كانت المكنة كويسة ولا لا، او ان يعني اللحمة اللي انا فرمتها التانية انه الافضل. هقول لكم على كل الحاجات دي في اخر الفيديو. كده هجيب معايا اللحمه، يعني انا سبتها تتجمد شويه في الفريزر عشان ما تبقاش طريه معايا. لازم تبقى متجمده زي ما انتم شايفين كده. بدات اقطع بقى قطع صغيره، بس المشكله بصراحه ان حته الجلد دي بتلف على المكنة، فمش من المستحب ان هي يبقى فيها حتة الجلد دي. لو عندكم لحمة لازم تخلوها من الجلد ده الاول قبل ما تحطوها. بتشبط في اللفة كده وبتسد مسام المفرمة. بس هي الحمد لله انا اتفرمت معايا كويس، بس بصراحة بقيت اطلع فيها. يعني انا فكيت وش المكنة وطلعت الجلد اللي انتوا شايفينه الابيض ده. بس فرمها بصراحة جميل جدا جدا. زيه زي بره، زي ما بنشتري اللحمة المفرومة من بره. بس طبعا لو انت عندك لحمة قطعة زي دي، ومش حابة ان انت تجيبي لحمة مفرومة من بره، ممكن تفرميها زي ما انا ما عملت كده. لا ما عندكيش، يبقى احنا نشتريها. الافضل ان هي تبقى مفرومة جاهزة من الجزار علشان تريحي نفسك من الكلام ده كله. انا بتكلم لو انت ما عندكيش مفروم وهتفرمي في البيت، يبقى الافضل ان احنا نفرمها بالطريقة دي كده، بس نشيل منها اي جلد، لان ده بيمسك في الماسوره بتاعت المفرمه. فرمت كده جزء، وحبيت ان انا اوريكم برضو الجزء التاني ان انا فرمت كمان لحمه على الكبه دي او المفرمه بتاعت البصل واللحمه والخضار. هفرم عليها برضو، لازم تبقى شويه يعني مش جامده قوي ان هي ناشفه، لا تبقى ماسكه نفسها زي ما انتم شايفين كده. وهقول لكم الافضل ايه او اللي انا حبيته في النهايه. جبت كده المفرمة الكهرباء دي، يا ما شاء الله عليها. الفولت بتاعها قوي جدا وجميلة جدا. جبتها كده وقطعت برضو اللحمة قطع صغيرة علشان تتفرم حلو معايا. خليتها بقى على اعلى سرعة علشان تتفرم معايا كويس.
اكلات الحواوشي من الاكلات بجد اللي احنا بنعشقها وبنجري نجيبها من بره، بس والله بجد في البيت امنه جدا جدا من بره طبعا. يعني بره الواحد بيشوف حاجات كده، ربنا يرحمنا. يا اما لو هتودي لحمه من عندك او هتشتريها وتتبليها وحد يعملها لك بره مفيش مانع، لكن اللي في الشارع دي يعني بجد انا ما بحبش ابدا الحواوشي من بره. بصوا زي ما انتم شايفين كده اللحمه اتفرمت معايا جميله جدا جدا. بس اقول لكم على الصراحه اللحمه اللي في الكبه دي بجد بجد جميله جدا للكفته، كفته الحاتي. لكن اللي في المفرمه دي بتبقى جميله جدا في الحواوشي، هما الاتنين يمشوا وكل حاجه. بس انا بقول لكم يعني على رايي. طبعا الجلد والحاجات اللي اتبقت دي اللي انا طلعتها دي انا مش هرميها، اقول لكم انا هعمل بيها ايه دلوقتي برضو. طبعا دي لحمة، يعني انتوا عارفين اللحمة بقى وغلوها، مش هنرمي منها اي فتفوتة. بس هقول لكم على كل حاجة هتتعمل منها ايه بالظبط. جبت اللحمة وحطيتها كده في الطبق، وجبت المكنة بتاعتي. قلت بما اني بقى محطة المكنة هفرم بقى فيها كل حاجة. جبت البصل بتاعي قطعته، طبعا ما حطيتهوش سليم. وشايفين بصوا نازل بسم الله ما شاء الله، البصل بجد تحفة. وفرمه حلو قوي قوي. منزلهولي كده كله قد بعضه، وفي نفس الوقت يعني مش خشن ولا هو ناعم قوي قوي. لا جميل قوي بصراحة، عجبتني في الخضار او المفرمة. وهفرم كمان فيها الفلفل كمان. بصوا مش هقطعه هو البقدونس. بصوا هينزلوا برضو حاجة كده بجد تحفة، يعني المكنة دي اختراع في البيت. انا ما ندمتش خالص ان انا جبتها، جميلة جدا في كل الحاجات اللي بتخص الحاجات اللي زي كده. وجبت معايا هنا دي كانت حتة دهن معايا في الفريزر، جبتها وحطيتها كده برضو في المفرمة، لان لازم الحواوشي يبقى فيه دهن كده بالطريقة دي عشان يطري لي الرغيف ويخلي كمان طعمه حلو. شايفين بسم الله ما شاء الله المفرمه منزله الحاجه بتاعتي جميله جدا ومفرومه حلوه قوي، وما خدتش معايا اي وقت. اقول لكم على الصراحه هي اللي خدت معايا وقت شويه اللحمه، لاني كان فيها حتت جلد زي اللي انتوا شفتوها دي اللي خلت عمليه الفرم معايا يعني مش صعبه قوي. بس يعني خدت معايا وقت شويه. لكن زي ما انتم شايفين بصوا الدهن والخضار بتاعي نزل بسم الله ما شاء الله جميل جدا، سهل جدا جدا. انا حبيت الخضار والدهن اكتر في المفرمه عن الكبه كمان. زي ما انتم شايفين بص نازل ازاي جميل جدا. الخضره ما ضايقتنيش، احسن من ان انا اقطعها. يعني الطريقه دي سهله، اللي ما عندهوش بقى في الكبه ويضرب وكل حاجه هتمشي. جبت هنا بقى معايا الخضار والدهن بتاعي، حطيته كده في الطبق بتاعي اللي انا هحضر فيه الحواوشي، وقلبته بالطريقه دي كده. وهبتدي بقى احط عليه اللحمه برضو، كميه بقى اللحمه اللي احنا عايزينها نص كيلو ربع كيلو على حسب العدد الافراد. جبت هنا البهارات بتاعتي كانت ايه، كانت سنه قرفه ملح وكمون وكزبره اللهم صل على النبي، ملح وكمون وفلفل اسمر وشطه وسنه قرفه. وفي بهارات حواوشي دي بتتباع عند العطار، دي بجد يا جماعه وهم بجد بتدي طعم تاني للحواوشي، طعمها جميل جدا. انا بضيفه كمان لاكلات غير الحواوشي. وسبتها كده وقلت احطها في التلاجة تقعد لها كام ساعه كده، ودي بقيه اللحمه اللي اتبقت مني، قلت هعملها في وصفه تاني بعد كده معاكم ان شاء الله. طلعت بقى الحواوشي كان خلاص عدى عليه وقت في التلاجة، وبرضه هوريكم انا هعمل ايه بالحتت دي، انا مش هرميها. شغلت الفرن بتاعي الصغير الكهربائي، وحطيت الصاج على الشعلة اللي من تحت خالص. وجبت معايا قلت يسخن كده الصاج بتاعي على ما احضر الرغيف بتاعي. جبته كده وقصته بالمقص داير ما يدور، طبعا هو جزء بس يعني مش كله. زي ما انتم شايفين كده. وجبت اللحمة بتاعتي، طبعا تكوروا الكمية زي ما انتم عايزين. يعني دي كده ممكن الكمية بتاعتي اللي انا هعملها واوريها لكم دي، ده نص كيلو لحمة. هوريكم هو طلع لي قد ايه. وكمان انا بصراحة يعني حاطة حتة لحمة محترمة في الرغيف، مش مقللاها، لان انا هعمل جنب الحواوشي حاجة تاني، يعني أكلة تاني هتسند معايا. لكن لو حواوشي بس طبعا هزود في الكمية، لأن احنا عددنا ما شاء الله يعني حلو كده، فالكمية دي مش هتكفينا. بس انا يعني اكتفيت بالكمية دي لان انا هعمل وجبة جنبه. الرغيف كان حلو ومليان معايا، بصوا ما بتكشش معايا خالص، لان انا حاطه فيها نسبة دهون، وحاطه فيها كمان البصل والفلفل والحاجات دي بتدي طراوة للحمة، بتخليهاش كده ما بتخليهاش تكش.
بصوا انا بقى جبت الحاجات اللي اتبقت من اللحمه اللي هي الجلد والحاجات دي، انا حطيتها في الصاج كده، خدت تشميعه، وفي نفس الوقت هتدي برضو ريحه جميله قوي للحواوشي وهو بيستوي. وحطيت هنا حبه زيت زي ما انتوا شفتوا كده، وبدات ان انا احط العيش بتاعي باللحمه. وكان الصاج طبعا سخن زي ما انتوا شايفين، علشان ياخد الصدمه. وكنت مقربه الصاج طبعا للشعله اللي من تحت. بجد ما خدش وقت معايا. بصوا زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، الريحه اول ما حطيته كمان وبدأ على السوا، ريحته بانت كده، وريحته كانت حلوه قوي، وكان مقرمش وجميل جدا. معلش الاضاءه كانت بتطفي معايا لان درجه الحراره كانت عاليه قوي في الفرن. آه فالمطبخ برضو كان درجة الحرارة عليت فيه، فالكشاف كان على طول بيطفي معايا. بس هو انتوا زي ما انتوا شايفين كده والإضاءة باينة. بتدوسوا عليه كمان، بتدوسوا على الرغيف بالمعلقة او بأي حاجة انتوا ماسكينها، علشان خاطر يطرى معايا بالسوائل اللي في الرغيف. بيدي طراوة كده. مش معقولة، بجد جميل قوي وريحته حلوة قوي، بألف هنا وشفا. هخلص بقى الكمية. لو وصلتي معايا لهنا تعالوا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وكده كده خلاص كده الحواوشي معايا خلص. حبيت بقى اعمل جنب منه كشري، بس الكشري يعني متواضع، ما فيهوش ولا تقليه ولا حمص ولا اي حاجه. قلت كشري سريع كده، وحطيت حبه الدقه والشطه جنب منه كده. حابين تحطوا كاتشب، المخلل طبعا ده شيء ضروري جنب الحواوشي. وكده كان العشاء بتاعنا الحمد لله، او الغدا زي ما انتوا عايزين. اهم حاجة الوجبة بتاعتنا خلصت كده وجميل، بسم الله ما شاء الله. الحواوشي بجد طعمه وريحة، وكمان العيش محمص مش طري. يعني مش التحمير ده اللي هو فيه، ده بجد كان ناشف ومقرمش كده جميل جدا. احلى كمان من اللي بنشتريه بره، واطعم وانضف بكتير جدا. لو ربع كيلو هتفرحي ولادك وتعمليه في البيت. لو ربع كيلو هتزودي له البصل، هيعمل لك كميه حلوه. انا عملت من نص كيلو، اتعمل لي 8 ترغيفه، قلت حلوين قوي مع الكشري، بألف هنا وشفا. وكده كان تمام، ويا رب ما تكونوا مليتوا من الفيديو وكان عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير حلو منكم، وكومنت يشجعني. ويا رب اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، واقول لكم سلام.